تقدر تكتم نفسك قد ايه؟ تخيل يا صديقي ان انت لو ما اكلتش ممكن تعيش لاسابيع، ولو ما شربتش ممكن تعيش لايام. لو كتمت نفسك دقايق وهتنتهي قصتك. النفس هو معجزة يا صديقي، مش نعمة عادية. احنا بنتنفس في اليوم الواحد حوالي 22 ألف نفس. الأكسجين بيخش في دم حضرتك في أقل من ثانية. كرات الدم الحمراء بتمشي بالأكسجين في كل خلية في جسمك، وكل خلية من جسم حضرتك بتبقى محتاجة النفس ده علشان تنتج طاقة. التنفس يا صديقي هو الجسر الوحيد ما بين الجهاز العصبي الإرادي واللا إرادي. عشان كده يا صديقي وانت نايم نفسك بيفضل شغال، وانت صاحي شغال بس ممكن تتحكم فيه. صدرك يا صديقي جواه 300 مليون حويصلة هوائية، لو فردناهم جنب بعض هيبقوا قد ملعب تنس. تخيل يا صديقي انت شايل ملعب تنس جوه صدرك وماشي بيه. وخلي بالك النفس البطيء بينشط العصب الحائر المسؤول عن الهدوء، ده غير انه بيساعد على التركيز والانتباه. عشان كده يا صديقي يوسفنا اقول لك ان احنا بنتنفس نص نفس. احنا يا صديقي ما بناخدش نفس طبيعي، احنا بناخد نفس سريع كله قلق وتوتر. صديقي انت مش محتاج حاجة كبيرة تحصل عشان تحمد ربنا من قلبك، انت محتاج بس تاخد بالك من المعجزات اللي بتحصل لك كل يوم وانت سايب ايدك. عشان كده ربنا قال وفي انفسكم افلا تبصرون. سلام.